اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب بتاعنا. فطبعا احنا المره اللي فاتت كنا خلاص انتهينا من ان احنا نعرض البيانات كلها بشكل سليم. خلاص كده خلصنا النقطه دي، وخلصنا كمان الاد نوت. طبعا فاضل لنا لسه نقطه الكالر، بس زي ما قلت لك هخلي اضافات اليو اي دي في الاخر كلها نعملها، بس نخلص من الحاجات المهمه. فطبعا النهارده انا حابب ان انا ابتدي واطبق ان انا امسح نوت. تمام. فطبعا هروح على النوت ايتم بتاعتنا، لان انا همسح النوت من المكان ده. وتعالى اوريك سهولة ان احنا نطبق حاجة زي كده. انا هاجي في المكان ده طبعا وانا عايز امسح نوت، فكل اللي انا هعمله يا شباب ان انا هاجي في المكان ده واقول نوت دوت ديليت. بس كده الموضوع خلص على كده. شايف انت الصعوبة؟ موضوع صعب جدا، يعني الفيديو ده انا كنت قلقان منه لما نوصله له. فزي ما انت شايف كده خلاص انا بمسح نوت. طب ازاي قدرت اعمل حركة زي كده؟ لان النوت موديل بتاعي يا شباب بيكستند مين؟ بيكستند هايف اوبجكت. فزي ما قلت لك هي دي حاجه اوبشنال، لكن لو استخدمناها ده شيء لذيذ جدا. ليه بقى؟ لان هو بيديني شويه حاجات للاوبجكت بتاعي اللي هو نوت موديل اقدر استخدمها. منها مثلا ان انا اعمل ديليت للاوبجكت بتاعي، اشيله خالص من الداتابيز. فبالتالي كده مجرد ما اضغط على الايكون هيعمل لي ديليت للايتم على طول. لو عملنا كده كنترول اس، تعالى كده نعمل تعالى نمسح على طول. احنا ممكن نمسح بالفعل. تعالى كده نمسح الايتم دي. هي كده بالفعل المفروض ما بقتش موجوده اصلا. يعني لو رحنا عملنا ريستارت كده المفروض اول نود دي ما نلاقيهاش المفروض يعني. طبعا انا مش فاكر عدد النودز كام، بس احنا عندنا 2 تيستنج اد نود، فالمفروض ان احنا نلاقي واحده بس يعني. فزي انت شايف بقى بالفعل موجوده واحده بس. تعالى كده نجرب مثلا نمسح دي تاني برضو. فالمفروض ان هو كده مسحها بالفعل، بس انا محتاج اعمل ستارت. طبعا خلي بالك في حاجه زي كده انت المفروض تعمل ريفرش على طول للليست. يعني على طول المفروض يتعمل ريفرش على طول الليست، بحيث ان اليوزر يلاحظ ان هي اتمسحت. وطبعا ممكن تحط اشكال كتيره جدا لعمليه المسح. ممكن مثلا ان هو يعمل دراج كده من اليمين ويضغط على حاجه اسمها ديليت كده ويمسحها. في ممكن تلعب في اليو اي زي ما انت عايز، بس اللي يهمني دلوقتي الفانكشناليتي، وكده كده شكل اليو اي كويس يعني. وطبعا ممكن نعرض له مسج ان اليو اي اتعمل له ديليت بشكل سليم، بس دي عادي ممكن نعملها في الاخر برضو لو حابين يعني. بس المهم ان الكود يشتغل دلوقتي بشكل سليم. تعالى كده نعمل ريستارت كده ونشوف هل اتمسحت ولا لا. تمام ماشي، هي اتمسحت تقريبا، انا عملت ريستارت اصلا. فتعالى كده نمسحهم كلهم. يعني تعالى كده نمسح كل اللي مضايقنا. طبعا خلي بالك ان هم ما بقوش موجودين، يعني كده ما بقوش موجودين في الداتابيز اصلا. فخلاص ما ينفعش تضغط على واحده تانية لان هي ما بقتش موجوده. تمام. يعني تعالى كده مثلا نجرب نضغط على واحده احنا مسحناها اصلا. بص رمى اكسبشن على طول لان هي ما بقتش موجوده. فالمفروض حاجه زي كده اصلا تاخد بالك وتعمل ريفريش للليست على طول يعني عشان ما تحصلش. احنا وصلنا لانهي واحده؟ تعالى نمسح دي كده مثلا. ماشي خلاص تقريبا مسحتهم كلهم كده ما عدا اخر واحده. تعالى كده نعمل ستارت كده ونشوف الدنيا. هايف لذيذه جدا وسهله قوي يعني سهله جدا. بص انت شايف السهوله. خلاص كده الموضوع خلص. تمام. تعالى نمسح دي برضو ونعمل ستارت كده. فزي ما انت شايف كده بالفعل بقى عندنا نوت واحده بس لا غير. حلو قوي. فاحنا كده خلاص طبقنا الديليت. طبعا هتقولي طب فين الستيتس؟ هقول لك ما انا مش محتاج ستيتس. ليه مش محتاج ستيتس؟ لان انا اصلا دي مش فيوتشر مثلا هنا، ولا هيحصل عندي لودنج، ولا هيحصل عندي فيلير، ولا هيحصل عندي سكسس. طبعا هتحصل يعني، بس اقصد ان مفيش ستيتس بتتغير في حاجه زي كده. فبالتالي انا مش محتاج ان انا اروح انشئ له كيوبت. عشان كده خلي بالك وانت بتكتب كود اصلا في حاجه اسمها think twice ورايت once. يعني فكر مرتين واكتب مره واحده. لما تيجي تكتب كود مهم قوي ان انت تجيب ورقه وقلم كده، تفهم التطبيق بتاعك ماشي ازاي، الفلو بتاعه عامل ازاي، الحاجه دي بتحصل ازاي وبتحصل ازاي هنا وهنا، بحيث ان انت توفر على نفسك ان انت تكتب كود ملوش اي لازمه. يعني لو تلاحظ احنا في حاجات كتيره قوي بنكتبها وبنيجي قدام شويه وبنمسحها لان احنا مش محتاجينها فعلا. فبالتالي لو انا كنت من البدايه خالص جبت ورقه وقلم كده، فكرت الكود بتاعي ماشي ازاي، فهمت الدنيا هتتعمل ازاي، وبعد كده جيت اكتب كود مره واحده، هتلاقي الدنيا واضحه. مش بتحتاج ان انت تكتب كود وتمسحه. طبعا اكيد ممكن تعمل تعديلات على الاغلب يعني، بس على الاقل هتقل بنسبه كبيره. يعني مش هتقعد تعمل تعديلات ملهاش داعي زي ان انت تبني حاجه وفي الاخر تكتشف ان انت مش محتاجها والرغي ده كله. لا، ممكن توفره لو انت فكرت. يبقى تفكر قبل ما تكتب كود. الكود اسهل حاجه، اسهل حاجه ان احنا نكتب كود. اصعب حاجه ان احنا نفكر ازاي هنكتب الكود ده. تمام. فعود نفسك على النقطه دي. طبعا فاضل ان احنا نعمل ريفريش للليست، بس خلينا نعمل كومنت للحاجه دي ونكتفي بيها النهارده. تعال نقول عملنا ديليت نوت دون بس، ما عملناش حاجه تانية فيها يعني. ونعمل كومنت كده وبعد كده نعمل بوش، وبكده يكون الفيديو ده انتهى. واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.